تفتكر إن التكنولوجيا الجديدة في العربيات بتريحك؟ الحقيقة طلعت عكس كده تماما. نادي العربيات الألماني ADAC كشف مفاجأة وقال إن سهولة الاستخدام في العربيات الجديدة اتراجعت بشكل كبير، والسبب هو الشاشات اللمس. زمان كان بضغطة زرار تخلص كل حاجة وانت عينك على الطريق. دلوقتي بقيت مضطر تتوه في قوايم الشاشة علشان تعلي التكييف أو تظبط حاجة بسيطة، وده بيشتت انتباهك وبيهدد سلامتك على الطريق. التحليلات في آخر 7 سنين أكدت إن تقييمات سهولة السواقة نزلت للأرض، لدرجة إن موديلات مشهورة بقت تقييمها مقبول بالعافية. الموضوع وصل لدرجة إن منظمة الأمان الأوروبية قررت إنها مش هتدي العلامة الكاملة لأي عربية جديدة إلا لو رجعت الزراير الحقيقية للوظائف الأساسية زي الإشارات والمساحات والكلاكس. تفتكروا الزراير التقليدية أحسن وأضمن للسواقة، ولا شاشات اللمس هي المستقبل مهما كانت عيوبها؟